حضرات كنت ندير دي ريشيرش في موقع الكتروني، لقيت واحد داير العرض نقود انها قديمه. عندك الكيس هذا جبتوه؟ جبتهم، جابوا لي هذا الزوج. بانوا اونتيك. اي بانوا باسكو هو اللي قال لي صاحبي هذا يعرف لهم بهم، قال لي هذا تاع الرومانس ما كنت مهني انا. صاحبك هذا كان كيفاش كونتاكتيوه؟ اييه براسك مش كاين زبونه كي تفهم واش كاين. هاد البياسات وين تحصلت عليهم؟ كاين صاحبي حبيبي هو يخدم فيه هادوما. شنو هادوما؟ هادوهم الخدمة. شوف نعطيك هادو الزوج عطيهم. شوف بها وراك تعرف. شنو هذيك مسخر بيا هادوما تاع السيت. نروح هي شنو هي؟ حضرات هذه هي النقود. توا من هذا؟ تواك؟ توعي. بون زميل احجزهم. انت نسيمك موقف. جميل. بصح حسب نفهمكم حضرات دقيقة. دوك نحاول لك المصلحة ونكملوا التحرية، دوك نحاول لك المصلحة. وجهتنا هذه المرة إلى فرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي الوطني بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. بتاريخ 15 نوفمبر 2016 اكتشفت عناصر فرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي الوطني بعرض ممتلك ثقافي محمي للبيع عن طريق الانترنت. فيه اعلان تاع نقود تبدو انها قديمه. خرجت هنا روح تشوف. هي عبارة عن قطعة نقدية أثرية تعود إلى الحقبة الرومانية. هاو صاحب العنوان، وهاي ليك النقود اللي تعتبر ممتلك ثقافي محمي. راح نبلغ عليها الملازم. لازم. فورها تم إعلام الملازم الأول المختص في علم الآثار بالمعلومات المتحصل عليها. تفضل. سلام فضلك حضرات كنت ندير دي ريشيرش في موقع الكتروني، لقيت واحد داير العرض نقود انها قديمه. شفت مليح الاعلان هذا؟ شفتوا مليح الاعلان حضرات. السيد اللي عرض للبيع حط تليفون، حط حاجه معلومات عليه كيفاش نقدروا نصيبوه. داير التليفون حضرات. وكيفاش بانت لك هاد النقود؟ صح قديمه ولا؟ تبان لي الاعلان كيفاش تحط هكذا؟ عنده واحد 3 سوايع من اللي دار الاعلان. بس نشوفوا. هاو ليك العنوان الالكتروني. مباشرة بعدها قامت المصالح ذاتها بمعاينة الموقع واستخراج جميع المعطيات والمعلومات التي تساعدهم في معالجة القضية. قرب شويه مليح حسيت لهم صح. دونك راه حاط البخي، راه حاط المعلومات تاعو كاع. حاط 450 مليون. نيغوسيابل. نشوف نبيميوها ونوروها للحضر شوف كيفاش. داكور. على إثرها تم إخطار رئيس فرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي الوطني بخصوص هذه القضية. حضرات شفنا مع اللي يقوم باستغلال تاع الانترنت كاين معلومات تفيد انه واحد وعرض البيع نقود تبان قديمه، تبان في رايي ممتلك ثقافي محمي. اسكو عندكم المعلومات الكامله والشخصيه على السيد هذا ولا اسكو بيبلي رقم الهاتف تاعو على الموقع؟ نعم حط العنوان وحتى النقود ودار حتى الثمن تاع النقود هذوك شحال يبيع. وشحال حط الثمن؟ هو حط 450 مليون وهاو كلش حنا تصيبوا حضرات طبعناها. الو
كافة المعلومات اللي هنايا دونوها على محضر معاينة رسمي، وقومي بتحرير تقرير إخباري أولي للسيد وكيل الجمهورية باش نباشروا إجراءات التحقيق. السلام عليكم. اليوم راكم هنا موضوع الاجتماع تاع اليوم بخصوص القضيه اللي تخص عرض ممتلك ثقافي محمي للبيع. صاحب العنوان راهو ايدونتيفي، عندنا كاع المعلومات عليه. عقد اجتماع طارئ تحت قيادة وإشراف قائد الفرقة، والذي وضع مع مصالحه خطة محكمة لتوقيف الفاعل يتعلق الأمر بالمدعو وليد. التواصل معه وتستعمل معه طرق باش تستدرجه، واستعمل المجموعة معك باش توقفوه في مكان عام، والملازمة تكفلي باخطار وكيل الجمهورية عن طريق تقرير إخباري تكميلي بالمستجدات في حينها. تفضلوا ربي يعاونكم. الخطة تمحورت على استدراج الضحية والتنقل بالزي المدني لتوقيفه. الو السلام عليكم. وين خويا؟ وين راك دوكا اخو؟ انا في القهوه. نعم هاني اروح. هاني شوفك. حين وصول رجال الأمن الوطني لمكان وجود وليد، تقدم إليه الملازم الأول الذي كان بالزي المدني لتوقيفه وهو في حالة تلبس. يبانوا اونتيك. يبانوا باسكو هو اللي قال لي صاحبي هذا يعرف لوبيا، قال لي هذا تاع الرومان سما كنت مهني هذا. تاع الرومان قال لك؟ تاع الرومان صح. واش حط لك مني هذا؟ شو انا ندير بري تاع في فرنسا دوك وليت ندي هذوما تسمى 450 هذا. لا ولا راك انتيريسي كذا كاين دي بيس واحد اخرين تما تتبدل على بالي. سما كنت لا كونتيتي تبدل سوما. ايوا داكور. عندك دي بيس واحد اخرين كيما هما ولا؟ سي كاين كيما هما، كاين واحد اخرين. صاحبك هذا كاين كيفاش كونتاكتيوه؟ دقائق قليلة كاين شرطة ويحكي معك. رجال الأمن ينتهزون الفرصة ويقومون بتوقيف وليد، حيث تم اقتياده لمقر الفرقة للتحقيق معه. دوك تفهم واش كاين. بعد اكتشاف عناصر الفرقة لشخص يعرض ممتلك ثقافي محمي عبر الانترنت ويعرضه للجمهور،
قمنا بإعداد خطة محكمة من أجل إيقاف المشتبه فيه، أين تنقل عناصر الفرقة رفقة ملازم أول إلى مكان عام، أين تم توقيف الشخص وبحوزته قطعتين نقديتين. على بالك علاش وقفوك مصالح تاوعنا اليوم الصباح؟ ما على باليش، كنت مليح في قهوه حتى جاو لي الشرطه حكموني، ما فهمت واش كاين. بياسات اللي كنت تبيع فيهم على بالك انت باللي ممنوعين للبيع؟ ما على باليش انا حضرت، كنت نبيع نورمال، بيع ماشي حرام ولا. درت البياسات في الانترنت؟ انا عم درت انا باش نبيع نسترزق برك، هذا ما كان. خلال التحقيق مع وليد كشف أنه لم يرتكب أي جريمة، وهو متفاجئ لوجوده في مركز الأمن. ما باللي هذا حرام، اني نسترزق نورمال. من القانون يمنع المتاجرة بالممتلكات الثقافية المحمية، هذه على بالك بها؟ انا في هذه كاين صاحبي حبيبي هو يخدم فيها هذوما، قال لي هاك عندي. صرح وليد للمحقق أنه تحصل على القطعة النقدية من المدعو نسيم. السيد اللي عطاك القطع تعرفه؟ نعم ما نعرف. واسمه؟ عندك كاع المعلومات عليه؟ نعم. القطع كيف ما عنده قطع واحد اخرين؟ انا ما عنده صح، ما باليش على. اقتصرت مهمة وليد على بيع القطعة النقدية عبر الانترنت مقابل حصوله على فائدة جراء هذه العملية. بعد التحقيق والتحري مع المشتبه فيه تبين أن له شريك، ويحتمل أن تكون لديه قطع أخرى، ومن أجل هذا قمنا بطلب إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية، أين تنقل عناصر الفرقة إلى عنوان المشتبه فيه الثاني، وقاموا بتفتيش مقر إقامته أين استرجعوا قطع نقدية أخرى وتم إيقافه. تحديد محل إقامة المشتبه فيه الثاني في القضية قيد التحقيق. بكرة بعد ما تحصلنا على الإذن بالتفتيش من عند السيد وكيل الجمهورية المختص، راح نتوجهوا للتفتيش محل إقامة المعني بالأمر، والإجراءات التفتيش راح تكون طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. راح نحاولوا نسترجعوا كل ما من شأنه إفادة التحقيق. نتوجهوا.
واش كاين ان شاء الله؟ بون نسيم، عندنا اذن التفتيش مع عند السيد وكيل الجمهوريه باش خصنا باش نفتشوا المنزل تاعك. هاوليك اذن التفتيش. بصح واش كاين؟ نقدر نعرف انا. عندنا اجراءات نقوموا بها، عندنا كلش التخيات تاع السيد وكيل الجمهوريه. ندخلوا بون كيما ينص عليه القانون، انت راح عمليه التفتيش راح تكون بالحضور الدائم تاعك معنا. بيان سور. هاي تفضلوا الزملاء. حضرتي فتشينا منا زميل تا منا، زميل تا منا. تا وقف معايا يا نسيم، وقف معايا هنا، راك تشوف اش رايح عمليه التفتيش راح تكون من الحضور تاعك. فاهمين؟ حين وصول رجال الأمن لمنزل نسيم باشروا بتفتيش المسكن والبحث عن باقي القطع النقدية الأثرية. بداخل المنزل عثرت مصالح الأمن على القطع الأثرية، فتم حجز القطع وتوقيف المدعو نسيم. حضرات هذه هي النقود، كنا نحوسوا عليهم، أنا لقيناهم. توا من هذا؟ تواك تواك توعي تواك. بون زميل احجزهم وانت نسيم راك موقف. زميل بصح حسب ما نفهمكم حضرات دقيقه دوك نحولوك لمصلحه وانت متحريه، دوك نحولوك لمصلحه. بون انت تعرف السيد الموقف اللي وقفناه الاول؟ نعرفوا صح. انت اللي بديت له هذوك القطع اللي كانوا عنده؟ انا لا كنت. خلال سماع أقوال نسيم من قبل المحقق كشف أنه هو من قام بمنح المدعو وليد القطعتين اللتين عثر عليهما بحوزته. توعك؟ توعي. بون القطع هذو اصليين ولا مقلدين؟ اصليين. والسيد اللي شيت عنده مدلاله تعرفه؟ ما نعرفوش. وكان تعاود تشوفه تعرفه؟ لا عليه؟ شويه. خلاص دوك نشوفوا الخبره ونشوفوا من بعد واش. حضرة الملازم الأول تفضلي. مباشرة بعدها طلب رئيس الفرقة من الملازم الأول الحصول على تكليف من وزارة الثقافة لإجراء خبرة على القطع النقدية للتأكد من أنها أصلية وغير مزورة. كلفي المصالح المختصة لوزارة الثقافة من أجل إجراء الخبرة وإبداء الرأي حول القطع النقدية المسترجعة. تفضلي. تم عرض القطع النقدية المسترجعة على مصالح وزارة الثقافة من أجل إجراء خبرة وإبداء الرأي
أين تبين أن هذه القطع ليست أصلية وهي مقلدة. باش يكون في علمك رانا عرضنا القطع. بعد حصول رجال الأمن على نتائج الخبرة والتي تفيد أن القطع الأثرية مزورة، تم سماع نسيم للمرة الثانية. مقلدين. انت درك نطرح لك سؤال وتجاوبني عليه بكل صراحة. على بالك انت باللي مقلدين ولا اصليين؟ على بالي. على بالك باللي مقلدين وتبيع فيهم على اساس باللي راهم اصليين. وشحال كنت عارضهم للبيع؟ 400 مليون. نسيم كان على علم بأن القطع الأثرية مزورة، وحاول النصب على الجميع وبيعها بمبلغ 400 مليون سنتيم. بالوش ما يعرفش كاع يعطيك هاد الامور، وباعهم على اساس يدي معك فايده، تعطيلو يدي معك نصيب، تسمى انت هكذا راك مشيتو في طريق وهو ما على بالوش كاع. دوك نعاودو نوليو لتفاصيل القضيه، تعاود تحكي لنا كاع ايتيك كيفاش درت انت وصاحبك وكيفاش شرعتوا في القضيه هذه. شوف انا جيتهم مدلالة وعلى بالي بلي مدلحين. سرد نسيم للمحقق تفاصيل القضية من بدايتها، وحاجات ما عندها سومة تاني. وعيت لصاحبي، وهذا صاحبي تما شغل يعرف شوية في هذا السيت وما على باليش انا. دارهم فهمتو هو ماهوش خدام ودايا، قلت له تما قلت له نخدموا الافعال هذه. هو ما قلتلوش باللي مدلحين. راك خدام ولا والو؟ ما عرف والو يا اخو. عندي خدمة فوق حبيبي. بتاريخ 13 نوفمبر 2016 كان نسيم رفقة شريكه وليد داخل المنزل يتبادلان أطراف الحديث. تاب ولا؟ كيفاش هذه؟ دوك نفهمك. هادو هما الخدمة. شنو هذا؟ دوك نفهمك. هادو ما انت واش حدير؟ انت عليك وشنو شريكي؟ تدخل للسيت. هذا السيت اللي راك تشوف فيه. عرض نسيم على وليد صفقة لبيع القطع الأثرية عبر الإنترنت مقابل حصوله على ربح وفير. ديرهم في السيت هذايا. راك فاهمني؟ شنو هذا تمسخر بيا؟ هذا ما تاع السيت. نروح. في الاول صاحبي ما قال لي ما امنش، لكن مع إصرار نسيم على الأمر اقتنع وليد بالعملية. قلت له فوالا درت لي روشارش في لي سيت اوروبيان واقتنع. هي خويا ريا معليش هادو ما انت راك تقول باللي واسمو ما كاين والو. حنا هادو ما عندهم ناسهم خويا. صح شحال يديروا هذا؟ شوف انا قلت لك درت لي ريشيرش عليهم ولقيت لي الوحده دير 400 مليون. انك سالي 400 مليون. هذا 400 مليون. طلب نسيم من وليد بيع القطع الأثرية عبر الإنترنت بمبلغ 400 مليون سنتيم. دخرين خو بصح فهمني صاد مسكتهم انت وشنو هذوما بصح فهمني فيهم. شوف ما تحوش تفهم، انا نعطيك هادو الزوج شونتي. شوف بها وراك تعرف هادو ما عندهم قرون خو، ماشي عوام ولا هادو ما مع دروما. فهمتني خو؟ هادو ما ديرهم دوكا في واد كنيس. تعرف دير النيميرو ديالي. دير النيميرو تاعك وكتب البريس هذا يا صبر راه دير 400. شنو 400 مليون. مليون؟ ودير نيغوسيابل معاه. اوكي ماشي مشكل. زعما يجيبوك السعر. واش قلت لك انا يا خو؟ شفت في السيت اوروبيا وهادو ما واش مصباح وانا نفهمك باللي هادو ما تلقاهمش هادو. اصلا توسوست لي حدايا يا خو واش قلت لك هادو تاع لي كوليكسيونير ما على باليش هادو ما كاش هادو ماني نقول لك عندهم قرون.
صحفي مقلد عن طريق الانترنت، راك عرضته للبيع للجمهور. هنا راك باش تكون على علم باللي كاين قضيه راح تكون وانت تكون طارف فيها، ونعرضوك على وكيل الجمهوريه واللي ياخذ الاجراءات اللازمه. في إطار مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني فرقة مركزية مختصة في حماية التراث الثقافي الوطني. وفي سنة 2007 أنشئت فرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي الوطني على مستوى أمن ولاية الجزائر، وهي تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. ومن مهامها الأساسية مكافحة جميع أشكال المساس بالتراث الثقافي الوطني، سواء كان مادي أو لا مادي. هكذا تمكنت فرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي الوطني من معالجة القضية وتوقيف جميع المتورطين.